أعزائي المشتركين، أحبكم. أعزائي الغير مشتركين، أحبكم أيضا. أرجو الاشتراك أعزائي. الزير سالم كان هو الزير سالم فارس الفرسان الذي حوله الظلم إلى أسطورة. لم يكن مجرد محارب يشهر سيفه ليهزم أعدائه، بل كان قصة من قصص العزة والكرامة تحولت بمرور الأيام إلى ملحمة تتردد في كل مجلس. كان الليل يرخي سدوله على أرض نجد، والريح تمر بين الأشجار كأنها أنين قديم يحمل في طياته ذكريات لم تندمل ودماء لم تجف. في خيمة مفتوحة الجوانب يجلس رجل عابس الوجه كأنما يحمل هموم الدنيا على كتفيه، عيناه تشعان بنار لا تخبو، نار الثأر، لكن في أعماقهما شرر من حزن أكل قلبه. هو الزير سالم. كان يقول وهو يحدق في النار تتأرجح أمامه: الكرامة أغلى من الحياة، والعار لا يغسله إلا الدم. لقد أخذوا مني أغلى ما أملك، فتركت في نفسي جرحا لا يندمل إلا بعد أن أعيد لهما صاعا بصاع. لكن الزير سالم وراء كل تلك القوة كان إنسانا يعاني. كان يبكي في الليل على أخيه كليب الذي غدر به وقتل غدرا. كان يذكر أيامهما معا، كيف كانا يتقاسمان الفرح والحزن، وكيف تحولت تلك الأيام إلى رماد بعد رحيله. كانت الحرب بالنسبة له عبئا ثقيلا، لكنه كان ضرورة فرضتها عليه الأقدار. كان يعلم أن الدنيا دوارة، وأن اليوم له وغدا عليه، لكن الكرامة لا تمسح بالإذلال. وفي لحظات صمته كان يتساءل: كم من دماء سالت من أجل كلمة؟ كم من أم فقدت ابنها، وامرأة فقدت زوجها؟ الحرب نار لا تبقي ولا تذر، لكن هناك نار أخرى في القلب لا تطفأ إلا بالثأر. ومع ذلك لم يكن الزير سالم أعمى البصيرة. كان يعلم أن الدنيا زائلة، وأن العمر قصير، وأن ما بقي من سنواته لن يعيد له من فقد. لكنه اختار أن يسير في درب الثأر حتى النهاية، لأنه إن لم يفعل فمن هو؟ أرجو الاشتراك أعزائي، إلى اللقاء.